تعادل الاهلي مع فيوتشر 1-1 في مفاجاه كبيره في الدوري. طيب ايه اللي حصل؟ هل السبب قفشه اللي ضيع ضربه الجزاء في اخر دقيقه في الاكسترا تايم؟ لا طبعا، السبب مش قفشه، السبب المدرب. المدرب بقاله فتره بيهزي. يعني احنا في الاول استبشرنا بيه خير لما كسب الزمالك في السوبر، وكان بدايته في الدوري بدايه حلوه، لكن بعد كده ابتدى يخرف. خياراته اللعيبه غريبه، واعتماده على اللعيبه بشكل غريب. يعني مثلا هو ابتدى بشادي حسين جناح، محمد شريف فروي، تمام. شادي حسين جناح، يلعب جناح. شادي حسين اصلا ما بيلعبش جناح، يعني حتى انت لو ابتديت بمحمد شريف جناح هنقول يعني محمد شريف ممكن يلعب جناح، لكن شادي حسين اساسا ما بيلعبش جناح، تمام. ولا حسام حسن اللي هو مصر ان يلعب حسام حسن جناح برضه. يا جدع حسام حسن والله ما بيلعب جناح. يعني يا جماعه حد يقول له من الجهاز المعاون حسام حسن وشادي حسين الاثنين مهاجم كلاسيكي، مهاجم رقم 9 كلاسيكي، اللي هو مهاجم صندوق، اللي هو زي احمد بلال كده، اللي هي اللعيبه اللي لو طلعت اصلا بره ال 18 ملهاش اي 30 لازمه. قوتهم كلها موجوده في ال 18، هم موجودين في ال 18 هدافين، سواء شادي حسين او حسام حسن. لكن سواء ده او ده ما ينفعش اصلا يلعب جناح ولا يمين ولا شمال نهائي. هم اصلا دول من اللعيبه اللي لو طلعت بره ال 18 ما تلاقيهمش. هو ابتدى بشادي حسين جناح. المصيبه الاكبر من كده هو مبتدي بشادي حسين جناح، وعنده برونو سافيو بره، وعنده احمد عبد القادر بره، وعنده كريم فؤاد بره. يعني يا جاحد الثلاثه بره، كريم فؤاد وبرونو سافيو واحمد عبد القادر الثلاثه بره، ومبتدي بشادي حسين جناح. طب ايه الفكر يعني؟ ممكن مثلا يكون هو الراجل بيعمل روتيشن، مثلا بيريح اللعيبه بتاعته. هو عنده كريم فؤاد وبرونو سافيو واحمد عبد القادر، دول الثلاثه دول اساسيين عنده، تمام. فقال لك قشطه الماتش ده انا انزل اللعيبه البودله بقى، انزل حسين الشحات اللي بقى له قرن ما لعبش، وانزل برده شادي حسين اجربه في حته الجناح دي، مش يمكن ينجح، اجربه. وبرده محمد شريف، فاريح اللعيبه الاساسيه بتاعتي. حلو، بس انت جاي تريح اللعيبه الاساسيه بتاعتك وجاي تعمل روتيشن في ماتش فيوتشر اللي هو اصلا من انديه القمه خلاص. يعني فيوتشر السنه اللي فاتت واخد كاس رابطه ومفنش الدوري في المركز الرابع، والسنه دي هو حتى الان في المركز الرابع تقريبا او المركز الخامس، حاجه زي كده. يعني من انديه القمه، فيوتشر من انديه القمه، من الانديه الثقيله في الدوري حاليا. فانت جاي تعمل روتيشن في ماتش من الماتشات الصعبه ضد نادي من انديه القمه، الانديه الكبيره اللي بتنافسك. اعمل روتيشن في الماتشات السهله يا حبيبي، مش ماتش فيوتشر. يعني برضه هو مش عارف هو بيلاعب مين. غالبا هو غالبا متخيل ان فيوتشر دي اسوان مثلا، او حاجه او حاجه من الانديه اللي هي تحت، اللي هو قشطه انا هعمل روتيشن براحتي. فالمدرب يعني انا مش عايز اقول مدرب وحش، هو مدرب كويس وكل حاجه، بس هو لازم يراجع نفسه. لازم يراجع نفسه في طريقه لعبه، ولازم يراجع نفسه في اهم حاجه خياراته للعيبه واعتماده على اللعيبه. يعني لازم يفهم ان حسين الشحات ده مبدئيا سواء ماتش سهل ماتش صعب ما ينفعش يبتدي اساسي. ده مبدئيا. رقم واحد. شادي حسين وحسام حسن مش جناح، شادي حسين وحسام حسن الاثنين مهاجمين كلاسيكيين، رقم 9 مهاجم صندوق، كانوا بيسموه مهاجم صندوق، زي احمد بلال كده وزي محمد فاروق زمان وزي فلافيو مثلا، تمام. اللي هو المهاجم اللي هو جوه الصندوق جوه ال 18 خطورته كلها تبان، اللي هو عايز حد يخدم عليه وعايز حد يصنع له فرص، وهو راجل قناص، سواء شادي حسين او حسام حسن. لكن اي حد هيطلع منهم بره الصندوق مش هتلاقيه مفيش. انت خسرت لاعب. يعني محمد شريف ممكن يلعبها، ممكن وبرضه محمد شريف لو هيلعب جناح، طب ما انت عندك كريم فؤاد وبرونو سافيو واحمد عبد القادر، عندك دنيا كبيره. يعني انت مش مضطر تلعب محمد شريف جناح، بس ممكن. لكن شادي حسين وحسام حسن مستحيل يلعبوا في الحته دي. فهو الراجل ابتدى بدايه حلوه، وابتدى بافكار حلوه، واعتمد تشكيله اساسيه رهيبه بصراحه. لكن مؤخرا مش بس في ماتش فيوتشر بس، هو ماتش فيوتشر ده هو اللي كان اللي وقع فيه. بس هو من قبل فيوتشر كده بماتشين بيهنج. يعني عارف انت زي تشتري موبايل جديد يبقى معاك زي الطلقه شغال حلو، يقدم بقى يبتدي يهنج، يبتدي يقفل تطبيقات لوحده، تكون انت مثلا في الاستوديو يطلعك على المسجات لوحده مع نفسه. هو ابتدى يهنج، تمام. فهل هي دي بقى ان هو لسه برضه بيكتشف لعيبه لسه في البدايات؟ خلاص نصبر على نديله وقته، بس لازم يصحح اخطائه. لان احنا داخلين على فتره صعبه سواء في الدوري او في دوري الابطال. المجموعه صعبه جدا بتاعتنا، وكمان دلوقتي هنشارك في كاس عالم للانديه الحمد لله. فلا، لازم هو يظبط نفسه ويعرف هو رايح فين وجاي من فين ومنين بيودي على فين، لان هو بيعمل اختراعات ملهاش اي لازمه. اختراع بقى حسام حسن جناح ما لعبهاش اصلا من ايام، من عمره، من طول عمره ما حدش لعبها له. وكمان شادي حسين جناح يا جدع لا، وهو عنده المصيبه هو عنده جوه هو مقعد كريم فؤاد وبرونو سافيو واحمد عبد القادر، الناس دي كلها اجنحه ايه، تاخده وتطير، مقعدهم.
وملاعب شادي حسين وممكن يلعب حسام حسن يعني، فهو لا، هو كده من شكله مش هينفع معانا يعني، بس نصبر عليه يمكن يتعدل. فهو السبب الاول والاخير في خساره النقطتين النهارده، مش ضربه الجزاء بتاعت قفشه ولا اي حد. هو انت بتلعب فرقه بتلعبك 10 من الدقيقه 20، يعني من الدقيقه 20 انت كمان بتلعب فريق ناقص، يعني انت الاهلي تمام، المفروض انت سابق عن اي حد في الدوري، وكمان بتلعب فريق ناقص مطلوب منه لاعب من الدقيقه 20، فانت مستني ايه تاني عشان تكسب يعني؟ بس فخلاصه الكلام هو الراجل يعني ايه، نصبر عليه، بس يعني هو برضه حتى الان ما اعتمدناهوش، يعني احنا كنا هنعتمده خلاص، بس بالتخاريف اللي هو بيخرفها دي في الاخر هو لم يعتمد حتى الان.